سميكه، انا عايزه الخشب الصينيه دي وهصنفرها كويس واتاكد ان ما فيهاش قرون. دي اول حاجه لازم اعملها. ويعني الخشب اللي انا بجيبه بصراحه ما بيهلكنيش في الصنفره، فهو كويس معايا في الموضوع ده. ممكن يكون اغلى شويه بس مش مشكله بالنسبه لي، انا الوقت يعني عامل اساسي قوي، فمش مشكله الفلوس. لو زودت مثلا 20 جنيه او 30 جنيه على حتى على المنتج الواحد، بس يعني زاد عليا انا، بس وفر لي وقت فمش مشكله. برضو الحفر فيه بسيطه خالص خالص، مش باينه، هتعالج بالتاسيس يعني. وانا باسس هتبقى، لان انا باسس بالجيسو او التشوك بينت بستخدمه، فهو مش محتاج تاسيس. هو بيبقى تقيل فبيدخل جوه الخروم الخفيفه قوي، مكان مسمار بسيط كده بيبقى تمام. بصوا الخروم اللي فيها، يعني مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، حاجه صغنطوطه خالص. مش انا بقى هستخدم النهارده التشوك بينت علشان كنت برضه بتاع فانشاوس، هو كان عندي لون الكريم، بس انا اللون اللي انا عايزاه مصفر شويه، عشان انا عايزاه نفس درجه اللون بتاعه الورد ده. فمش هعمله فاتح قوي كده، حطيت عليه شويه من مركزات اللون الاصفر. انتوا اصلا ممكن تجيبوا لون ابيض وعادي بقى تلونوه براحتكم. هبتدي بقى اعمل بالفرشه كده، معانا بخاخه ميه دايما نروح عاملين بيها بعد كده. اشيل بقى بمنديل او بقماشه اي حاجات طارت من الصنفره، عشان وانا باسس ما يبقاش فيه نشاره خشب كده موجوده. ممكن اعمل بالفرشه دي او باي فرشه تانية عندي، يعني دي بس ايه بتمشي معايا بسهوله شويه. الفرشه دي كان فيها ميه كتير، زي ما قلنا قبل كده ميزه التشوك بينت ان هو مش محتاج تأسيس، فعشان كده صريف يعني. بديله طبقتين، هدي طبقه وتنشف، بينشف في خلال نص ساعه بالكتير، وبعدين طبقه كمان تنشف وخلاص. فانا هعمله بقى وارجع لكم مع السريع. عايز اعمل الصينيه من الجنب ستنسل بارز على شكل ورده كده، فبعمل ايه؟ بحط المعجون ده معجون حوائط عادي بنجيبه من عند الموان، بريمو، اسمه بريمو، يا اما انا جبته من عند اورا، شركه اورا اللي هو ده معجون اخشاب. بعد كده بتحطي عليه شويه بودره تلج، شويه غيره. محدش سالني ليه، يعني انا اخدته كده درسته كده يعني. لكن يعني هو الغيره ليه منطق شويه، ان هو هيخلي المعجون ما يشققش. لكن البودره التلج مش عارفه الصراحه ليه. بس انا زي ما اتعلمتها من فنانه مروه عصام بتاعتي الروسي، كنت اخدت معاها المعجون، قالت لنا يا اما استخدموا الدوك فيلر ده اللي هو بتاع جوتن، انا بشتريه كده، دي علبه 45 جاهزه، لان هو بيتباع في جالونات كبيره. ففي ناس بتجيبه وتقسمه كده في اللي هي الكرافت ستورز دي اللي احنا بنتعامل معاها. ده كنت جايباه من عند سالي حامد اللي في مدينه نصر، انا كنت قلت لكم برضه عليه. بس هجيب بقى الستنسل بارز اهو، وقصدي سوري، هجيب الستنسل نفسه واقيس المقاسات بتاعتي عشان احطه في النص، وابتدي احطه. هنزل الكاميرا بقى عشان اعرف تشوفوا معايا. اولا انا هقفل الكيس بتاع المعجون ده، لازم يتقفل كويس قوي عشان بينشف بسهوله، بيتقفل كويس جدا كمان، يعني مش مثلا اخلي الكيس عامل كده، لا، لازم كده بقى بالطبق والمفتاح. نخرج كل الهواء اللي فيه برضه، متلخبطش قوي. يفضل ان هو يتعمل، نعمل ستنسل على الخشب على طول، يعني ما اسسش وبعد كده اعمل ستنسل، عشان هحتاج اعمل اخلي الستنسل باللون بتاعي. انا دلوقتي هقيس، اعلم عليها كده، وهاجي كده الورده دي اخلي نصها عند العلامه اللي انا عملتها دي، وبعد كده اخد بقى من المعجون. الصوت ده مهم اوي اللي احنا نسمعه، ده معناها ان هو دخل جوه الخروم.
برفعه من ناحيه لناحيه، مش بشيله فوق كده. دلوقتي بقى انا هاسس السبرتايه. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ هعمل حاجتين. لو سطح املس عندي لازم اعمل حاجتين. اول حاجه اخشن السطح، تاني حاجه اعمل تاسيس بسبونج بسفنجه، علشان تعملي زي تكستشر كده، او زي ما نقول ايه، نقط كده صغنطوطه خالص اللون يمسك فيها. وهي هتكون اصلا تاسيس بيكون احسن بالجيسو اللي هو فيه غيره، فبيكون هو لازق في السطح اللي متخشن اصلا، فانا اضمن كده ان اللون ما يقعش يعني من على السطح. دي صنفره خشنه 100. هقعد اصنفر كده السطح، سواء بقى السطح بتاعي ده ازاز او خشب مدهون ورنيش مثلا، او زي ما احنا شايفين كده نحاس او بلاستيك. من بودرة التلج وادوبها بشوية مية، وبعد مقدار غيرة، وبعد كده احط عليهم مقدار من البلاستيك الابيض. هنجيب بقى السفنجة بتاعتي. انا بالنسبه لي هنا اللون بيخرج من الخروج من الناحيه التانية، فهحاول انضفه بعد ما اخلص عشان ما يكلكعش جوه، هيبقى الفينش وحش. انا الطقم ده مش عامله له كنكه، فنعمل كوبايتين وسبرتايه والصينيه ان شاء الله. انا طبعت له ورقه الديزاين كان هو عندي قبل كده عجب العميله، وبعد كده بس انا كنت عاملاه على صينيه ساعتها، ما كنتش عامله له سبرتيه او كده، كنت عامله صينيه بس. فحاولت ادور له بقى على ورده تكون لايقه معاه زي ما خدنا في كورس التصميم، وظبطتها وظبطت الوانهم هما الاتنين تبقوا قريبين من بعض. غيرت اصلا الوان الورده اللي انا كنت منزلاها عشان تليق مع الورده اللي موجوده في الرسمه اصلا بتاعت الصينيه. هفهمكم دلوقتي ايه اللي انا بقوله ده. طبعا جوه خلاص انا كده اسستها اهو. هسيبها بقى تنشف وبعدين اديها طبقه اللون وفيها بعد كده الرسم. كنت بحكي لكم على هي الورقه دي اللي كانت عندي، ظبطت لها الكلام، ظبطت لها الفونت ولونه، وبعد كده عملت لها بقى الورقه دي شبهها رسومات شبه الورديه دي شويه، وهي عايزه برضو كلام عليها، فظبطنا كل الحاجات. والوان الورده ما كانتش كده، انا غيرتها على الفوتوشوب. وبعد كده هلزقها بقى، افرغها والزقها معاكم ان شاء الله. مع السلامه. طب انا كده اسست السبرتايه بالجسو، وبعدين اديتها اللون البيج. دلوقتي بقى فرغت الورده اللي انا عايزه احطها، وخففتها بسويتين من ورا، وهبلها. وحطيت هنا ورنيش او الخلطه الخطيره، او يعني اي حاجه، اهم حاجه بتلزق او مضبوطش او كده. وابتدي بقى الزق. انا عملت لها فتحات كده عشان احاول ان هي تاخد شكل السبرتايه، لان السبرتايه بتبقى معرجه، فعملت لها فتحات كده في حته. طبعا الابيض اللي باين شويه ده ما تنشف مش هيبان قوي. كمان هعمل له عليه الوان كده خفيفه بحيث انها تغطي يعني على الابيض اللي باين ده، عشان الخلفيه طبعا هنا بيج مش ابيض. بصوا بقى الطريقه دي في تلوين الستنسل. لو انا عايزه الستنسل بس لوحده يبقى ليه لون، بروح حاطه الستنسل فوق. انا هنا ده الستنسل بارز تمام، بجيب سفنجه بقى فيها شويه لون صغيرين، او في فرشه زي بتاعه المدق الستنسل، وبدق اللون كده على الورده بس، بحيث انها ما تجيش على بقيه الصينيه. بتبقى شكلها جميل قوي، وبتخليكي تتحكمي انك تلوني على الستنسل بس. كنت قبل كده بفتكر انه دي بتبقى دقة في الايد، واروح اقعد بايدي كده الون على البارز بس طبعا كانت بتلطش تحت كده، بيبقى اسهل كتير. وهنا بفرشة رفيعة خالص مشيت على الحتت البيضة من الورقة بنفس لون السبرتاية علشان اخبيها.
وبعد ما لزقت الورقة بديها طبقتين او 3 من الخلطة الخطيرة. بعد كده السبراي الدوكو الشفاف برضو طبقتين، بكون ايدي على بعد 20 سنتي. وهنا بعزل السبرتاي كويس قوي بالموت بودج، او لو معنديش يبقى برضو سبراي دوكو شفاف علشان نحميها وينفع تتغسل. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وفولو وسيف. مع السلامة.